السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المورقات اللي كيجيو رائعين، مخبوزات بالعجين مورق سهل وبسيط كيوجد في ساعته. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه باش غادي نصايبوا هاد المورقات اللي كيجيو بهذا الشكل الرائع. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام من الدقيق الابيض، ما يعادل واحد الزلافه مملوءه جيدا. غادي نغربلوه في واحد الاناء وغادي نضيفو ليه قبصه من الملح، 4 ملاعق كبيره من زيت المائده. غادي نحاولوا اننا نبسبسوا داكشي مزيان بيدينا، وغادي نبداو نضيفو الماء عادي من الروبيني تدريجيا. العجينه خصها تجينا قاصحه. بالنسبه للقياس ديال الماء صراحه انا ما كل واحد زعما على حسب الدقيق اللي عنده. تقدر تاخذ لكم كاس ديال العنبه، تقدر تاخذ لكم قل. المهم العجينه خصها تجي قاصحه على هذا القوام. من بعد ما نجمعوها ندلكوها جيدا لمده ديال 5 دقائق على هذا الشكل. مزيان نجمعوها بين يدينا، نعلكوها مزيان ونغطيوها بلاستيك غذائي ونخليوها على جنب لمده ديال 5 دقائق حتى تطوع لنا وترتاح، حيت كيف ما كتعرفوا العجينه فاش كتكون قاصحه خصها ترتاح شويه باش تطوع. في هذا الاثناء غادي ناخذ زبده مارغرين، ماشي بالضروره زبده اللي خاصه بتوريق، غير مارغرين. غادي تكون بحراره ديال المطبخ. غادي نقسمها على جوج، ومازال غادي نقسمها داك النصف اللي خديت على 4. غادي ناخذ منه 3 ديال الطريفات، يعني 3/4 من هذاك الطرف اللي قلت لكم، وغادي نخلي واحد الطرف، يعني تقريبا واحد الكميه ديال 80 غرام بالضبط. 40 غرام غادي نوضعها في كل قطعه من العجين. غادي نوضعها في واحد المكان دافئ، الميكرووند اولا في الفران اللي يكون دافئ، ونخليهم حتى يطلقوا. عاد غادي نخدموا بها العجينه. من بعد ما ارتاحت غادي نقسموها لجوج، جوج ديال الكويرات يكونوا متساويين. غادي نطلقوا شويه بيدينا على هذا الشكل، ونوضعوا الزبده في الوسط ونجمعوا عليها الجوانب ديال العجين. نفس الشيء بالنسبه للعجينه الاخرى، ما غادي نحتاجوا لا دقيق لا زبده في هاد عفوا لا دقيق لا مدلك في هذه المرحله. غادي نغطيو الجزء الاول وغادي نخدموا كل جزء بوحده. بهذه الطريقه ضروري انكم تضربوا بالمدلك باش كتوزع لكم الكميه ديال الزبده. غادي تسرحوه على شكل مستطيل اللي يكون شويه طويل، فيه تقريبا واحد 10 سنتيمتر حتى 20 سنتيمتر في العرض، ويكون من 40 حتى 45 سنتيمتر في الطول. الا بان لكم بان العجينه كتلتصق لكم بسطح العمل، رشوا القليل من الدقيق. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسرحوا على شكل مستطيل اللي يكون هو طويل بهذا الشكل. وغادي نبدا نخدم الطريقه ديال التوراق اللي كتكون سهله وبسيطه. من احد الجانبين غادي نبدا نرولي بهذا الشكل، وانا كنقدم من الجوانب. هكذا كنتحصلوا على عجين المورق اللي سهل وبسيط. غادي نغطيه وغادي نخدم الجزء الثاني بنفس الطريقه. غادي نغطيهم لمده ديال 10 دقائق غير حتى يتطلقوا، ونوليو نسرحوهم على هذا الشكل. نبداو الاول بالعرض ديالهم، نفتحوهم يعني من داك البلاستيك اللي كيكون فيهم. نبداو اولا بالعرض ديالهم، ومن بعد يعني نطلقوهم على الطول كيف ما هو موضح في الفيديو. نحاولوا اننا نساويو جميع الاطراف، نقادوهم بيدينا الا بانت لنا شي طرف انه عوج، ونسرحوهم مزيان. تقريبا واحد الطول ديال 30 سنتيمتر، العرض يكون تقريبا واحد 10 سنتيمتر على هذا الشكل. صافي من بعد غادي نطويوهم عادي بحال اللي مولفين كنخدموا العجين المورق اللي كنبداو نطويوه ونعاودوا. ولكن هاد المره كيف ما شفتوا فراه ما طوينا بزاف، ما لوينا بزاف، مره واحده اللي لوينا فيها صافي وكان واجد عندنا. غادي نطوي النصف الاول يعني نطوي الطرف الاول للنصف، ونولي نطوي الطرف الثاني للنصف، ونولي نجمعهم بهذه الطريقه اللي هي موضحه في الفيديو. ضروري انكم تبداو تقادوا الجوانب باش يجيكم عجين اللي هو مورق ناجح. نفس الشيء بالنسبه للنصف الثاني اولا بالنسبه للبودان الثاني، حتى هو غادي نخدموا بنفس الطريقه. ضروري من تساليو من الخدمه ديالكم لاباط فويتي ضروري تغطيوها. هاد لاباط فويتي صراحه راه كتصلاح لجميع المملحات وحتى الحلويات. انا صراحه خدمت بهم الحلو، يمكن لكم تخدموا بهم المالح، حيت العجينه فيها غير قبصه ديال الملح، يعني ما فيها لا نكهه لا والو. يعني تقدروا تخدموا بها المملحات ديالكم وتنفعكم بزاف في رمضان، حيت سهله بزاف. ما كتاخذش منا واحد الوقت طويل، يعني وكتعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه ومرضيه. عجينه اللي مورقه وبسيطه وسهله. نفس الطريقه كيف ما قلت لكم نسرحوا على شكل مستطيل، ونطويو الجوانب بالوسط، ونوليو نطويها على بعضياتها. هكذا كتكون واجده عندنا واحد لاباط فويتي اللي يمكن نحتفظوا بها في المجمد ونجبدوها الوقيته اللي بغينا ونستعملوها. انا صراحه غادي نشارك معكم واحد المورقات حلوين اللي كيجيو زوينين بزاف وسهلين في التحضير، ما كيحتاجوا لا تخمير لا والو، كتجي النتيجه واعره بزاف. هاد لاباط فويتي يمكن لكم تخدموا بها ديك الساعه، كيف ما يمكن لكم توضعوها في المجمد وتخرجوها الوقيته اللي بغيتو، تخليوها ديكونجولا وتخدموا بها. انا صراحه نهار الثاني عاد خدمت بها حيت ديك الساعه ما كنتش محتاجاها. غادي ناخذ هنايا هاد الطرف، يعني الطرف الاول غادي نخدم به واحد الشكل، والطرف الثاني غادي نخدم به شكل اخر.
نستعنوا بالقليل من الدقيق والمدلك ونشكلوه على شكل مستطيل اللي غادي نقسموه على شكل مستطيلات بهذا الشكل كيف ما هو موضح في الفيديو. نحاولوا اننا نلبسوا دوك المستطيلات جيدا بسكر سنيده من الجوانب بجوج وحنا كنضغطوا عليهم، نحدثوا واحد الخط في الوسط بلا ما نوصلوا للفوق، وغادي نخدموا به واحد الشكل الاول اللي كيف ما كتشوفوا. كنحاول انني نلوي الجوانب اولا نلوي شريط على شريط بهذه الطريقه. الفيديو موضح اكثر ما غادي نهضر لكم انا. غادي نوضعهم في صينيه الفرن اللي مغلفه بورق الزبده، وغادي نخليهم على جنب على ما شكلش الشكل الثاني او على ما وصلت للقدر اللي غادي يكفى لي في هذيك اللاطه. الفرن في هذه الاثناء غادي يكون كيسخن مزيان جيدا باش تنجح معكم المورقه. الفرن خصو يكون سخون مزيان. نمسحوا سطح العمل جيدا ونرشوه بالقليل من الدقيق. غادي نطلقوا العجين اللي ما غاديش نطلقوه هذه المره بزاف باش تجينا المورقه ناجحه، وغادي نحيدوا دوك الزوائد اللي ما كيكون غير مرغوب فيهم. نقطعوا العجين على شكل مربعات اللي يكونوا متساويين ونشكلوا بهم هذا الشكل. غادي نطويو العجين على نصف كيف ما كتشوفوا في الفيديو، وغادي نحاولوا اننا نحدثوا واحد الخطوط بهذا الشكل. نطويو بالعكس ديال الطريقه باش حدثنا دوك الخطوط في الاول. الفيديو كيوضح اكثر من انني نهضر. الفيديو غادي يوضح اكثر من اننا غادي نهضر. كيف ما كتشوفوا نطويو العجين على جوج ونديروا واحد الخطيطات بالموس. نحاولوا اننا نهزوا الجوانب ديال دوك الجهات اللي ما طوينا او عفوا اللي ما قطعناش، وغادي يتشكل عندنا هذا الشكل الرائع. نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال العجين كامله اللي عندي. ما حاولوا انكم ما تضغطوش بزاف على العجين المورق باش ما يدقسش معكم وباش يجيكم مورق مزيان. من بعد ما سالي التشكيل غادي ناخذ صفار بيضه مخلط مع القليل من الحليب اولا القليل من الخل ونخلطهم مزيان. ندهن هذيك المخبوزات ديالنا اولا هذيك المورقه اللي بهذا الشكل ماشي اللي فيهم سكر سنيده. من بعد ناخذ هنايا كميه من الكونفيتور يا اما د الفريز اولا الكونفيتور ديال المشماش ونوضعوا له الملون الاحمر باش يعطينا واحد اللون زوين، ونوضعوه في هذاك الثقب اولا في هذاك المعين اللي كاين عندنا. واحد الكميه بسيطه باش كتعطينا واحد الشكل زوين وكتعطينا حتى الحلاوه المخبوزات ديالنا حيت ما فيهاش السكر. ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل، نقللوا النار نخليوها نار هادئه حتى المتوسطه، نخليوهم حتى يتحمروا مزيان من التحت ونجعلوا عليهم من الفوق يتحمروا على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا الشكل اللي كان فيه سكر سنيده فراه دابت السكر سنيده بفعل ديال الحراره وعطاني داك اللوين المذهب اللون ديال الكراميل. بالنسبه للشكل الثاني كيف ما كتشوفوا راه كيجي مورق وهائل. يمكن لكم تزينوه كيف ما زينتو انا بالقليل من سكر بودره ولا سكر كلاصي على الشكل كيف ما يمكن لكم تخليوه هكذا راه كيجي رائع والشكل ديالو والمذاق كيجي زوين بزاف. نتمنى ان وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. صراحه غادي تنفعكم بزاف هذه الوصفه خاصه حنا على ابواب رمضان الكريم وكنحتاجوا وصفات ديال العجين المورق اللي كيكونوا ساهلين وبساطين. نتمنى ان وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والحباب ديالكم اللي تعم الفائده. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتعليقكم المحفزه، واللي كنتوا باقيين جداد في القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا على المشاهده والى فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله.